اصبري شوية عشان يبان كده. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين، وكل عام وانتم بخير، ويجي السنة الجاية المولد النبوي الشريف وانتم بخير وصحة وسلامة وستر من رب العالمين. صلى على الرسول. وتعالي اعملي احلى قرمشة انت سمعتيها في اول فيديو، ربع ساعة بس، في عقرب الساعة تحسبيها هتكوني طالعة من مطبخك وعاملة احلى حلاوة فولية بتاع المولد. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. ونبدأ بأول حاجة كوبايتين سكر على البوتاجاز وعليهم نص كوباية مية، وناخد نص كوباية المية داير ما يدور في السكر علشان ما من الحروف بتاعتنا ما يبقاش عليها سكر وتكرمل معانا. وننزل عليها على طول أول ما تغلي بمعلقة عسل جلوكوز وعصرة ليمون عشان السكر ما يكرملش معانا على العين التانية جنب مننا ده بيغلي على البوتاجاز هنا، والناحية التانية بنحمر عليها كيلو فول. ده كيلو فول حمريه تحمير كويس. لو انت جايباه فول أبيض، لو انت جايباه فول احمر اديله تحميصه بس. هنعرف ان السكر بتاعنا بقى ممتاز ازاي وان احنا نشتغل فيه. تنزلي قطعة السكر في شوية مية كده، بوريك النتيجة دي. لسه ما تشيليش السكر خالص نهائي تماما، الوقت تسيبيه كمان 5 دقايق. بوريك النية كده لسه. دي تاني مرة انزلك شوية السكر او السيرم بتاعنا في المية، مسكت معاكي وبقت القمر بالقمر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ده كده تمام ومية مية. هننزل عليهم بمعلقة، بظرف الفانيليا. طفينا النار، نزلنا بالفانيليا بتاعتنا، نزلنا بمعلقة كربوناتهم اللي احنا بنعمل بيه الطعمية يا جماعة. دي الوعاية بتاعتنا اللي هننزل فيها الخليط كله فوق السوداني. الخليط اللي احنا عملناه اللي هو ده، هندهن الوعاية بتاعتنا سمنة، زيت لا مؤاخذة يعني. هندهن الوعاية بتاعتنا زيت، والمعلقة اللي احنا بنقلب بيها دي هندهنها زيت علشان هيمسك معانا بطريقة جامدة. وهندهن الرخامة بتاعتنا زيت، وهننزل عليها بالفولية بتاعتنا، أحلى فولية تعملها من إيدك. وتفردي بقى السمك اللي انت عاوزاه، عايزاها سميكة شوية، عايزاها رقيقة، زي ما انت عاوزة. بس أهم حاجة تحطي شوية زيت على الرخامة، وتحطي شوية زيت في الوعية اللي انت هتنزلي فيها حلاوة الفولية بتاعتنا. وتضغطي بقى، لقيتها سخنة على ايدك اتصرفي زي ما انا اتصرفت كده بأي طبق عندك، واضغطي ضغطة جامدة. هتضغطي عليها بالشكل ده، ونسوي الحروف داير ما يدور. وكل ما نلاقي حتة فيها طالعة لبره كده هنسويها لحد ما تمسك معانا بالشكل ده. بقول لكم سخنة نار يا جماعة، خدوا بالكم من ايديكم. هي ما بتكملش حاجة خالص، ربع ساعة بالكتير وبتلاقيها قرمشت بنفس القرمشة اللي انت شايفاها او سامعاها في اول الفيديو وانا بفتح لك اول الفيديو. هنقطعها على الرخامة قبل ما تبرد، يعني هي لسه سخنة خالص، انا مش قادرة اتك عليها مع السكينة من شدة سخونيتها. لو ما قطعتهاش في الوقت ده ما انتش هتعرفي تقطعيها خالص. هنقطعها باي تقطيعة انت عايزاها. حط لي لايك، اوعي تنسي اللايك بتاعي عشان انا تعبت في الفيديو ده عشان ان انا اوصلهولك بألف هنا يا رب على قلوبكم. وتسلم ايديكم مقدما عشان انت هتعملوها احسن مني بكتير قوي. هتقطعيها قطع كده زي ما انت حابه، هي لسه سخنه بس في نفس الوقت متماسكه. وتسيبيها على الرخامة ربع ساعة بس، ربع ساعة، وهتلميها هتلاقيها تحفة وأحسن من اللي بتشترى من بره مليون مرة، وحاجة انت عاملاها بإيديكي لولادك وضامنة الجودة والنظافة. الله أعلم المصانع بيعملوا ازاي، يعني اللهم لك ألف حمد. دي كانت الطريقة ممتازة ممتازة. تسلم ايديكوا وعينيكوا يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكم. واعمليها لعيالك. وكل عام وانتم بخير، والسنة الجاية تيجي عليكم وانتوا بالصحة والستر من رب العالمين. شفت القرمشة خبطة واحدة في الرخامة كده بتجيبها 100 حتة. والله بصي انت حتى لو سنانك لا قدر الله ضعيفة هتاكليها برضو، لانها مش ماسكة قوي او مش بتلزق في السنان، كلها بتقرمش كده. وبألف هنا وصحة على قلوبكم. وكل عام وانتم بخير يا رب. الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لي لايك واشتراك للقناة. شفت القرمشة يا جماعة، انا بفتفت القطعة يجي 5 6 حتت في ايدي. انت لو جيتي تشتريها من بره بتعرفي تقطعيها كده
فعلا ما بتتقطعش كده والله، او ما بتتكسرش كده، بنيجي نتك عليها ما احناش قادرين نتك. اشوفك في فيديو جديد، مع السلامة، باي.